مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج وجهة نظر، يؤمنه في الجانب التقني صدقي عارفة، من أمام الميكروفون هيفا سلوجة. نتحدث في هذا الجزء الثاني من البرنامج عن أبرز نتائج المسح الوطني العنقودي الخامس متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس 2023. ضيفي لهذا الجزء رضا زهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. مرحبا بك سي رضا على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بك للعيبة وبكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذن المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس يشمل عينة متكونة من 11,000 أسرة موزعة على كامل تراب الجمهورية، 7,326 أسرة في المناطق الحضرية، عندنا 3,674 أسرة في المناطق الريفية. هنا نذكروا أنه تونس كانت أنجزت 5 جولات من المسح العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس سنوات 2002 2006 2012 2018 و2023 هو موضوع الحصة. سيري ذا معاك معناها نستعرض ما قاله كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، اللي كان أكد في تصريح إذاعي يوم الاثنين الفارط على أهمية نتائج هذا المسح الوطني في تمكين الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين من أعوان الاقتصاد والباحثين من قاعدة بيانات تخول لهم البحث في المؤشرات المتصلة بأوضاع الأم والطفل، خاصة رسم الدولة عديد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية كما تم العمل به سنتي 2012 و2018. واعتبر عبد الحفيظ أنه هذا المسح سيمكن من تصويب الإصلاحات في مختلف المجالات، سيما التنمية البشرية على غرار الإصلاح التربوي، تطوير المنظومة الصحية، تحسين ظروف العيش الأساسية. الحقيقة معك سيري ذا برشا 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 أرقام النجم نتوقفوا عندها، من بينها تراجع في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي في تونس، من بينها انخفاض التحاق التلاميذ في تونس بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، انخفاض معدل الإنهاء الدراسي للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، ثم ضعف في مكتسبات الحساب والقراءة. منين تحب نبدو سيري ذا؟ والله نبداو اسرع من قراءة. نقول أنا صحيح لا موقف نجم ساعة نعبروا الأرقام هذه ما تولي عندها قيمة كما قال السيد وزير الاقتصاد، نعم. إلا ما يتم الأخذ بعين الاعتبار ما تمثله من خطورة، نعم. خاصة في المجال التربوي. خاطر أنا اليوم نحكيو على أشياء اللي احنا عندنا يقين منها منذ 2014، منذ التعداد السكني 2014. المؤشرات المتعلقة بالعلاقة المواطن التونسي المجتمع التونسي بمنظومة التربية والتعليم، شنو المستويات الدراسية عندنا. بعد اليوم عندنا أرقام كثيرة في التقييمات العالمية، نرجعوا ربما الوقت ما يصلحش، موجودة يعني بيزا اللي شاركنا فيه، وعود لي احنا خذينا ما أتى به من ربما من أرقام ومؤشرات، قلنا فك علينا منه، خل نفكروا الباب هذا يفضح دونك نفكروه. وقعدنا هذا تو اليوم وكاننا نكتشف انه الواقع نتاع المنظومه التربويه قاعد يدلنا ويتدهور الى وضعيات خطيره وخطيره جدا. ما نعرفش اليوم واش نجموا ياخذوا منه هو كقرارات وقرارات عاجله، على خاطر اليوم نرجعوا المؤشر الاولاني هو نسبه الذهاب الى المدرسه. معناتها اليوم عندنا 8% من ابنائنا وبناتنا واولادنا اللي تولدوا كل عام ما يمشوش المدرسه. علاش؟ هنا بالحق نحب نعرف علاش معناها ما يقعش ترسيمهم. هل هذا مربوط ربما بهجرة العائلات؟ خلينا نحكوا تو على هجرة العائلات بطريقة نظامية نحو دول أجنبية، معناها هل ينجم يكون هذا معطى وإلا؟ لا ما يعني نقول لك اليوم ما تصورش انت كنت في منظومه كنا في 98% في 2012 هبطنا 92% توا. العباد هذوما معناتها براتيكمون معناتها ناخذوا 10% من العائلات 8%، على خاطر الوقت يقول الطفل يقول في المقابل الولي والبو ولا الام. احنا مش كنا احنا سيري ذا مش كنا نحكوا على اجباريه التعليم؟ علاش ثم عائلات ما ترسمش صغارها؟ اولا فما زوز اسباب. هو اجباريه التعليم على خاطر اليوم كان جات عندنا احنا معناتها رغبه باش ننفذوا القرار ولا القانون المتعلق باجباريه التعليم. اخي توا احنا ولادنا وبناتنا مو يسجلوا في البلديات هكا ولا دونك السلطه المحليه البلديه نورمالمون عندها
معناتها الاولاد نتاع تونس الكل في اللي هما وصلوا 6 سنين، وبالتالي يلزم العلاقه هو كي نحكيو على التكنولوجيات ونحكيو على العلاقه الرقميه. دونك نعرفوا واحنا قداش عندنا من وليد وبنيه تولدوا، وقداش عندنا في المقابل من وليد والبنيه سجلوا، وبالتالي الفارق هذايا ما يلزموش يكون تو سامبلومون نخدموا عمليات حسابيه برك. هذا معناتها منهجيات رقميه، لكن الاهم هو ان نعرفوا علاش احنا الاولاد ولا البنات ما نسجلهمش ولا ابوهم ولا امهم ما يسجلهمش. هنا السؤال معناها نطرحه عليك سي رضا، معناها هل يقع متابعه الاولياء اجتماعيا ولا حتى قضائيا اللي ما يخليش معناها اللي ما يتوجهش لترسيم صغير ومعناها سنه اولى؟ المتابعه كيفاش تتم لهنا؟ هو انا حسب علمي القانون يشرمهم يخطيهم يعاقبهم، لكن ما عاقبهمش وما نعرفوهمش شكون وما لوجوش عليهم. على خاطر اليوم احنا تفاجئنا اليوم الشيء هذا نورمالمون كان من المعقول انه يتم، كنا نسمعوا بقضايا ربما وبعمد ومعتمدين ورؤساء بلديات تصرفوا، ولا ربما وزير التربيه يجبد نقوص الخسر. لكن هنا اليوم كنا في 98%، هبطنا 92%، دوك فما 6% نقص مع عاوزين نزيدوا احنا نلوجوا باش نوصلوا 100%. نعم. ولينا تراجعنا الى 92%. بعد 6% شفعت 6% حوالي 12000 15000 من ابنائنا وبناتنا ما سجلوش، معناتها 15000 عائله ما سجلش ولدها ولا بنتها. نعم. 15000 ما مريناهمش ما شفناهمش كيفاش، يعني ما همش موجودين بالحق معناها، وينجموا معناها من بعد رانا اذا كان احنا حكينا على الفارق الكبير ما بين على مستوى الحضري وعلى مستوى الريفي، نجموا يكون حتى معناها ضحايا الاستغلال الاقتصادي. بيان سور. شو نقول لك، شوف ماهوش في المدرسه معناها يراو يخدم. انا المسؤوليه الكبيره صار نحملها للدوله، خاطر اليوم ما فماش علاش ما تكونش المدرسه كما قلنا اجباريه، ويلزمها يلزم اليوم علاقه ثقه وعلاقه ثقه وامل في المشروع التربوي نتاع تونس. اليوم وقت نراو الاداء المدرسي اليوم عدم الاستقرار، النتائج، ظاهرة العنف المدرسي تزيد، ظاهرة الدروس الخصوصية اللي عنده الفلوس ينجح واللي ما عندوش الفلوس ما ينجحش، وبالتالي الاشياء هذه الكل ولات عند المواطن البسيط مع الاسف، على خاطر حتى احنا في ثقافة المواطن، في ثقافة الولي الابو ولا الام، ولات كاني حاجة ثانوية. هو يلزم يعرف انه ولده ولا بنته كي ما تقراش ما تدخلش ما تعرفش تقرا وما تعرفش تكتب وربما ما تعرفش تحسب، راك قضيت لها حياتها، قضيت لها على مستقبلها. نعم. هو هنا لما نتحدث على صغير عمره 6 سنين ما يتوجهش للمدرسة، هنا رانا نتحدث على انه راهو طفل ابن تونس. وين تونس معناها لهنا وين؟ انما ما نعرفوش عليه حتى شيء معناها. تقريبا 10% ثم انخفاض في ترسيمهم بالحق. وخذيت احنا تو انطلقنا من المؤشر الاولاني اللي هو خطير وخطير جدا. معناتها اليوم هذا الساعه اللي جاء انا كنت اتمنى انه اليوم مش ما نلوجوش باش ننسبوا، على خاطر قاعدين نحكيو مش عند الفقراء، مش في الجهات الفقيره، مش في جهات معناتها اليوم نلوجوا في المبررات. ما نلوجش مبررات على خاطر ما فماش علاش وليد ولا بنيه ما يدخلش المدرسه وقت يوصل عمره 6 سنين. ما فهمتش عليه. نعم. خلينا نتقدموا شويه سي رضا. انتم من الناس اللي تابعناكم عبر سنوات كجمعيه تونسيه للاولياء والتلاميذ اللي ناديتوا بالاصلاح التربوي. اليوم لما تتقدم هذه الارقام اللي نعتبرها بالحق ارقام ما تشرفش تونس، هل هذا معناها نتيجه لانه ما لقيتوش مجيب لدعواتكم للاصلاح التربوي العاجل اللي كان ثم احزاب سياسيه تستنى باش تكتب التاريخ نتاع تونس والجغرافيا نتاع تونس حسب الهوى نتاعها، ولكن اليوم نلقوا رواحنا معناها في مؤشرات خايبه برشا على مستوى مكتسبة القراءه، على مستوى الحساب، على مستوى انهاء المراحل التعليميه. منين تحب نبدو سي رضا؟ شوف للهيثم، ننطلقوا من البدايه. الارقام هذه موجوده، الارقام معروفه، اللي حب يعرفها يطلع عليها، موجوده على الاقل منذ 2012 2014 وفي السنوات المتتاليه. دوك عندنا التقارير الدوليه الناس الكل مطلع عليها وهبطوا بعد تونس هبط، البنك الدولي هبط، معناتها ناخذوا في مؤشرات على التدهور وخطوره الوضع التربوي في تونس. اليوم انا في الواقع هذايا
ويخرج سيد الوزير ويبدا يحكي لي على المنصه التربويه، يخرج سيد الوزير بيحكي لي على الاستشاره الوطنيه اللي هي نورمالمون بدات عندها قداش وما زلنا احنا نحكيو فيها. اليوم نحيروا في مجلس وطني، المجلس الاعلى للتربيه والتعليم اعلن عليه رئيس الجمهوريه منذ 3 سنوات، تم تسرته منذ سنتين، وهو بيده سيد الرئيس كان مقتنع به عندما كان مترشح ورقه باش نخرجوها 24. نقول انا 7 ايام جمعه نجم نخرج ورقه ونحط فيها اطار مؤسساتي يتعاهد بمشروع التربيه في تونس. اليوم ايش تحبني نقول لك؟ وقتي انا في جهه نسمع خطاب نتاع السلطه وانا وياك هنا نحكيه، والكلام هذا مش اول مره نقولوه في كل المناسبات نقولوه بنفس ربما العاطفيه اللي ايه ايش نعملوا احنا؟ شنو نعملوا وزاره باش ولادنا يقراوا وبناتنا تقرا ويحسنوا لنا المنظومه التربويه؟ الحلول موجوده، والله الحلول موجوده والامكانيات موجوده. يلزم اولا وبالذات اراده ثم وعي على خاطر اليوم انت تحكي لي على منصه رقميه وفي المقابل عندك 15 مؤسسه تربويه ماهيش الماء وصل لها ونخلط لها في الماء بالسيترنات. نحكي لك على معناتها منظومه تربويه هاك تشوف الاداء نتاعها. نعم. وانت تعملي ما تسويش تدخل في النواب وتبعث لي في المعلم. هو هنا سيدي احنا في الجزء الاول من البرنامج كنا نتحدثوا على الهجره غير النظاميه والارقام ربما المفزعه والا الهامه، ارتفاع في عدد المهاجرين. قال لك ولا معناه نتحدثوا على مشروع عائلي لما نتحدثوا على ارتفاع كبير لهجره القصر والنساء. اذا كان يعني احنا شنو اللي وصلنا للهجره غير النظاميه هو انه النواه الاولى مفرغة. المدرسة اليوم النواة الأولى التعليم مفرغ، ما نحبش نقول مضروب تماما لكن مفرغ. اليوم نتحدث على عزوف على الدراسة، انقطاع على الدراسة، عدم تسجيل من أساس، عدم يعني الاقتناع بأنه المدرسة راهي هي الدرجة الأولى للحياة داخل المجتمع. اليوم نتحدث على يعني عدم الاكتساب، يعني عدم حصول على المكتسبات في القراءة أو الفهم والحساب بالشكل الكافي. نرجع لربما الخيارات التعليمية على عدم المضي قدما نحو إصلاح تربوي حقيقي، بالرغم أنه ثم برشا حاجات ما طرحهاش للمسح. من بينها مثلا انه الولي اليوم يتحدث على، ما زلنا نحكوا على الدروس الخصوصيه، ما زلنا نتحدث على ساعات طويله للدراسه. التلميذ منهك، الشيء اللي يخليه يكره المدرسه اليوم. اكيد هذا كله الواقع اللي عايشينه. انا الاشياء هذه اللي قلناها وكررناها وكتبناها وتناولتها العديد من وسائل الاعلام. اليوم العقل الرزين، الاداره المسؤوله شو تقول؟ قول انا فين وين نحب نمشي، شو لازمني نعمل. حكيت على هذا الهجره غير شرعيه هي نتيجه تدني الوضع الثقافي التعليمي التربوي في تونس. فمش واحد عاقل مخه في راسه ويمشي يخامر بحياته. دونك يلزمنا اولا بدات ناقفوا وقف التامل، ويلزمنا نخرجوا من المغالطات. انا ديما سالوني مره سؤال وقت نصلحوا، قلت لهم نصلحوا وقت اللي هما يفهموا الخطر اللي تمثله المدرسه التونسيه. اليوم المدرسه التونسيه ولات تمثل خطر على تركيبه المجتمع، على وحده المجتمع، على مستقبل المجتمع. خطر على خاطر مابقاش نستثمروا في القرايه ولينا نستثمروا في الرجال. القله اللي عندها الامكانيات وربي يزيدها ونفعها لهم، اللي ميسوري الحال وعندهم باش هما يتكفلوا بمشروع الدراسي نتاع اولادهم وبناتهم ونشوفوهم في الجهات الساحليه. نعم. نشجعوهم. لكن انا قلبي على اللي داخل، قلبي على 80-85% اللي هم ما عندهم باش يعملوا يروحوا في الكاس. نقف عند هذه النقطة. بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة. نرحب بضيفي سي رضا، ما زلت معنا على الهاتف. أكيد. مرحبا بك. إذن سي رضا، تونس بعد الاستقلال كانت راهنت على التربية والصحة، على التعليم والصحة لبناء الدولة التونسية. من 1989 ل 2023 إذا تحدثنا على الجانب التعليمي كان ثم معناها
تونس كانت تعاني من تصحر فكري وثقافي وتعليمي، وهذا اللي خلانا اليوم نتحدث على هذه الأرقام اللي في الحقيقة ما تخليناش فرحانين برشا. أي المؤشرات تعتبرها أي مؤشرات تعتبرها الأخطر؟ تقريبا أنا نتصور أنه ثم 2-3 مؤشرات تعتبرهم الأخطر سيريدا. بيان سور هو المؤشر مش الأخطر، المؤشر لو بلي بارلون اللي يعبر برشا على الواقع هو مؤشر التراجع نتاع اولادنا اللي يمشيو يدخلوا المدرسه. معناتها هو نتيجه الواقع الخطير، على خاطر المؤشرات الاخرى التراجع في المرحله الاعداديه، التراجع في المرحله الثانويه، والمؤشر حتى في البكالوريا، على خاطر البكالوريا 35% من مكونات من الفئه من مكونات من تلامذتنا يوصلوا الباك، معناتها 35% اشترهم مع حوالي 50%، اي 17% ياخذوا الباك. معناتها عندنا حوالي 34,000 تلميذ ياخذوا الباك من جمله 200,000 مولود كل سنه. انا اللي كنت نتمناه انه بالحق انا شكون ينجم، انا ربما قاعد نخمم في رساله مفتوحه للسيد رئيس الجمهوريه، نتمنى اني السيد رئيس الجمهوريه يسمع على خاطر اليوم كل حاجه نجموا نخسروا لها من الزاويه اللي سوا ديزون تمن. والله تقعد نحكيو على الموضوع هذايا، هاو شكون نجح، هاو جبنا 17 في البكالوريا، هاو اولادنا مشاو حلوا مشكله في الرياضيات، هاو عندنا شكون يسير في النزاع. مش انا بالنسبه لي انا هذا الكل ما ثم كان اشجار تغطي في الغابه، شجره ولا 60 يغطيوا في الغابه. الواقع نتاعنا احنا شعلنا اليوم اذا عندنا احنا القليل من الادمغه، والادمغه هذه اللي كل نجموا نصنعوا منهم الكثير، نجموا نكونوا تكوين الادمغه. القليل من الادمغه قاعد هو قبيلك حكيت انت على الهجره غير الشرعيه، وما الهجره الادمغه نتاعنا لا في تسربوا. دونك اليوم شنو نخليوا البلاد فارغه، نخليوها ما عندها حتى شيء، لا عباد لا امكانيات نتاعها. نتمنى انه رئيس الجمهوريه بالحق يسمع على خاطر شو اليوم مش اليوم باش انا وزير ولا اي مسؤول يجي يعطيني ربما معناتها ميساج معناتها رساله سمعنا، لا. اليوم الواقع نتاع المنظومه التربويه خطير جدا. يلزمنا ندخلوا كدوله كاولياء كمجتمع مدني كاعلام كمختصين، كل واحد يتحمل مسؤوليته. الامكانيات والحلول راهي موجوده. يكذب عليك يقول لك برشا ناس تحكي على فلوس برشا ويجيبوا لا سيدي كي نظموا اللي عندنا احنا ديجا، كي نحسنوا بشويه الاداء نتاع المنظومه التربويه، كي احنا نخفوا على تلامذتنا ونخليوا لهم الوقت باش يقراوا وباش يتفرجوا، كي نوسعوا في السنه الدراسيه، كي نحلوا مشكله اللغات، هذم ديجا على مستوى التنظيمي وما تتطلب حتى شيء. احنا ديجا كما نقول فما مثل يخفف الوصل يغلب. كي انت ولدك ولا بنتك نقص له الضغط الموجود عليه وتخليه مركز على قرايته، على خاطر القرايه والكتابه. علاش احنا اولادنا ما مش متمكنين؟ خاطر عندهم ضغط كبير، على خاطر عندهم حجم كبير، ما نجموش يركزوا على قرايتهم. وعلاش من بعد يخرجوا؟ على خاطر ما نجموش يكملوا، على خاطر المستوى نتاع القرايه والكتابه والحساب والفهم ما يسمحوا لهمش باش يفهموا المات ويفهموا الفيزيك. وزيد انت تقريهم بالعربي في المات في الاعدادي ومن بعد تمشي تقريهم بالسوري في الثانوي، معناتها شكشوكه تكشيكه. وهي الكل راهي الاشياء هذه وضعت لغايات ايديولوجيه بحته. لكن هالشكشوكه هذه تواصلت معناها عشرات السنين. لما نتحدثوا على الحساب يبدا يقرا فيه بالعربي وبعدين يتقلب بالفرنسي. في الجامعه نحكوا على نظام ايمد. رايك بالحق معناها وقتاش باش نتوقفوا هالوقفه تاع التامل الصحيحه؟ نعطيك حاجه سامبل. المرحله الاعداديه اللي هي مندمجه في المرحله الثانويه، الخاصيه الوحيده نتاعها هي انك تخرج المات والفيزيك والصنف بالعربي. حطوها في التعليم الاساسي وتدرس المواد الكل نتاع التعليم الاساسي باللغه العربيه. الكلام هذا الوركو انت العاديات نتاعنا الكل نجموا نردوهم مع الثانويه. ولدك يمشي يقرا من السنه الاولى الى السنه السابعه، سميه المرحله الاولى المرحله الثانيه، ما يقرا التعليم الثانوي يبدا بعد السيزيام، وننطلقوا ونقريوهم برنامج. ولدك ولا بنتك اقعد على البلاصه، مش كون في الاعدادي يمشي يلوج في معهد. معناتها شو الحلول؟ لو هكا القلب معبي الحلول موجوده. لكن وقت تسمع في المقابل
وزير هو يطلع لنا بالانجليزيه، هو يكلمنا على شنو، هو اللي شيء يودي راه مش الاعلانات. راك انت تطمنيش وكنا حتى نتحدثوا على ربما ادراج اللغه التركيه في المنظومه التعليميه. ما تطمنيش انا نعم. ما حابك تطمني، انا حابك انا تقول لي يا سي فلان راك انت كابو ولا ام، انا وياك نحطوا يدنا باش نشحوا ولدنا ولا بنتنا، هو شو لازمك انت تعمل كولي، انا كي نعمل كدوله، انت كاستاذ وكمعلم ايش تعمل باش نخرجوا من الواقع الخطير احنا فيه وننطلقوا بالحق في مش اصلاح، في اعاده بناء. على خاطر اليوم مع الاسف اليوم الاشياء ولات اش تخلي فيها تو ما نعرفش اش نخليو فيها المنظومه التربويه اللي نجم يصلح واللي نجم نعم. في الحقيقه سيري ذا معناها المسح هذايا قدم برشا ارقام ما نجموش نستعرضوها بالتفصيل، لكن ارقام بالحق معناها لازم الواحد يتوقف عند كل رقم. لكن لهنا هل تشاطرني الراي اذا قلنا اليوم انه الطفل ضحية المنظومة العائلية؟ اليوم نتحدثوا على برشا مؤشرات طلاق، ثم تفكك أسري، نحكوا على أنه ضحية المنظومة التربوية. وفي القطاع الخاص يعاني التلميذ من ضغط كبير في الواجبات، بينما في المدارس العمومية نجموا كنا في وقت من الأوقات نتحدثوا على برشا احتجاجات، برشا انقطاعات. ملف النواب المعلمين النواب ما زال محلول لليوم وما لقولوش معناها حل جذري. اليوم هل الطفل ضحية؟ هل معناها لازم نتعامل مع هذا المعطى اللي دق ناقوس الخطر معناها والدعوة لإصلاح تربوي سريع جدا معناها سواء كان للابتدائي وإلا للثانوي؟ هو مسؤوليتنا الناس الكل. شو نقول لك حاجه، الطفل وليد وبنيه انا الى حد السن نجم نقول لك 18 حتى يبلغ هي مسؤوليتنا احنا كدوله كاولياء كمجتمع مدني كاعلام كمختصين. احنا يلزمنا شوف الوليد والبنيه ما يلزموش يخموا ينجحوا ولا ما ينجحوش، على خاطر ولدك ولا بنتك وقت تولد كيما الفرنساوي كيما الالماني كيما البلجيكي كيما الكوري كيما السنغافوري. علاش هما ينجحوا وهما مستوياتهم متميزه واحنا ولينا نلوجوا في الاعذار؟ علاش ولدنا ولا بنتنا يتراجع؟ علاش ولد بنتنا ربما عنيف؟ علاش ولدنا ولا بنتنا النتائج نتاعو الدراسيه مش هذيك هي؟ دونك غلطتنا احنا كدوله، غلطتنا احنا كاولياء، غلطتنا احنا كمسؤولين في كل دونك الحل هو انه اليوم قبيلك حكيت على تفكك العائلات، هو كله مرتبطه على خاطر المنظومه التربويه لازم تربطها بالمنظومه الثقافيه. اليوم يلزم عمل نتاع ثقافه كبير على عقليات المواطن التونسي، نفهموه ما اليه وما عليه. كيفاش راهو فما في البلدان المتقدمه فما التربيه الوالديه معناتها اليوم الابو ولا الام مش بشرط هي يفهم مش معناتها كيف الابو ولا الام شو لازم يكون مع ولده ومع بنته، وقت تتكلموا وقت ما تتكلموش مع اشياء. راهو مشروع كيما نقول انا بيرسونال، فعندك تصويره فيها جزيئات وتنسقها باش انت تاخذ الصوره الواضحه المتكامله. هذا عملنا الناس الكل، مش عمل اقعد اخرج لي كل 3 شهور ولا كل 4 شهور اعمل لي اعلان، ولا وقت تجيب مصيبه نمشيو العنف تحكي ونحكيو عليه. كل مره فين تصير كارثه نخرجوا الناس الكل نتكلموا، ما فماش كارثه. انا اليوم المدرسه كيف نهار الدنيا تطوب وتقعد هو اضرابات او حجب اعداد، تلقى الناس الكل واقفين وقت ركحت الامور. انا مش كعور اليوم خرج التقرير هذا ما يلزمناش نستناو. نعم. اللي نطمنك عليه سيري ذا انه اللي يسمع فينا تو على موجة اذاعه قفصه كل واحد يقول لك سيري ذا يتحدث على التجربه نتاعي، كل واحد يقول لك معناها اكيد راهو جانب من كلامك مس الوجدان نتاعو. برشا صغار مضرورين، برشا عائلات مضرورين. لا هيفا. نعم. راني انا عمري تو نرجعوا لهم المستمعين وبالحق هذاك هكا لحمي شوك كما نقولها، فهمت؟ راني ولد تونس انا. نعم. انا خارج من المنظومه التربويه، عندي ولادي كما عمري 65 سنه. نعرف راه مش قاعدين نطفل باش تسمعوني ولا تعيطوا لي، لا انا قاعد غاير، عندي غيره، عندي حلقه على البلاد هذه اللي تنجم تكون 10 مرات خير من اللي هي فيه. وهذا يلزم يكون عن طريق المدرسه، عن طريق المنظومه التربويه ولا المنظومه الثقافيه. ما فماش نقول لك حاجه بيسور وقت نحكيو على المنظومه الاقتصاديه الاجتماعيه، المنظومه الامنيه يلزمها تكون هي كيف مهيكله باش تساعد الابو والام باش ما يخدمش هي. ومعناتها ثم نسبه كبيره نتاع وضع اقتصادي واجتماعي عنده تاثير مباشر، لكن ما نجموش نخليه احنا الجانب
التربل ونقولوا بما ان البلاد تبارك نخليه يزيد يبرك. نعم. ماشي نعم. يزيد يبرك، لازم نعم. نخرجوه ولازم نحط اليد في اليد. نعم، شكرا لك رضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ على تأمينك هذه المداخلة. كنت سعيدة بلقائك على موجة إذاعة قفصة. نهاية هذه الحصة.